بسم الله الرحمن الرحيم. ده الجزء التاني من ليه ما تمسكش الموبايل اول ما تصحى من النوم. انت عارف ان الطفل من سن 2 لسن 6 سنين، في ال4 سنين دول دي فترة تكوين شخصيته. في الفترة دي المخ ما بيبقاش عنده القدرة ان هو يصدر احكام، ما عندوش رأي، هو مفتوح تماما لأي معلومة بيتلقاها. اوكي، ودي الفترة اللي بتكون شخصية الانسان، فبيطلع يا انسان سوي راضي مبسوط ولذيذ، يا انسان عنده عقد وعنده مشاكل وبيتأثر وعلى طول متضايق، على حسب ال4 سنين دول ايه اللي حصل فيهم. انت عارف بقى ان انت كل يوم بتمر بنفس المرحلة دي، بال4 سنين دول بترجع للمرحلة دي امتى؟ اول ما تصحى من النوم. الموجات بتاعت مخك بتبقى في نفس المرحلة دي بالظبط يوميا اول ما بتصحى من النوم، اللي هي الفتره اللي انت بتقوم من على المخده كده ومدروخ، هي دي نفس الفتره ونفس الشعور بتاع الطفل في ال4 سنين دول. الفتره دي المخ بيبقى مفتوح فيها تماما لتلقي اي معلومه وبرمجتها جواك. فطبعا انت لما تيجي تمسك بقى الموبايل في الفتره دي، كانك بتقول للموبايل يلا بقى دخل المعلومات دي واثر عليا. عشان كده بيبقى خطر جدا ان انت تستخدم الموبايل اول ما تصحى من النوم، بيأثر عليك جامد جدا. فخلي بالك من مخك وحافظ عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.